اعملي زي ما انا عملت وبطلي ان انت تشتريها من بره تاني ابدا. اصل اخر مره رحت عشان اشتريها لقيت ال2 كيلو ونص عامله 80 جنيه، واصلا سعر كيلو البطاطس لا يتعدى 8 جنيه، يعني كده كلها على بعضها مش مكمله 25 جنيه. طب ايه رايك ان انا النهارده هقولك على ايه هو سر المصانع للعمل البطاطس النص مقليه؟ تابعوا معايا الفيديو للاخر ويلا بسرعه خليكم حلوين وشجعوا اختكم نشوى بلايك كتير، ونبدا مع بعض ونقول بسم الله. جبت معايا البطاطس. بصوا بقى، اهم حاجة نوع البطاطس اللي احنا بنختارها او بنشتريها. البطاطس الرملية هي افضل الانواع، في كمان نوع تاني للبطاطس بيبقى لونها احمر كده شوية، ديت برضو حلوة جدا جدا لو احنا هنعملها نص مقلية. بس الحقيقة انا المتوفر عندي دلوقتي اللي هي البطاطس الرملية ديت. بتختاري الكمية اللي انت حباها او اللي انت عايزة تعملي بيها، وتبتدي ان انت تعملي الخطوات زي ما انا هعمل كده بالظبط. بنقشرها كويس جدا، وبعدين بعد ما نقشرها نقطعها قطع، ونحط القطع فوق بعضها ونقطعهم حتة واحدة عشان كلها تبقى مقاس واحد متساوي زي ما انتوا شايفين معايا كده، هتبقى كلها معاكم كده. لاحظوا معايا هنا ان وانا بقطع صوابع البطاطس انا ما خليتهاش رفيعة، لا بالعكس انا عايزاها تبقى سميكة شوية. بعد كده بروح عندي بجيب بولة بملاها مية تكون ساقعة، بضيف ليها معلقة كبيرة من السكر، وانزل بكمية البطاطس كلها زي ما موضح معاكم كده. طيب بعد ما بنضيفها في السكر والمية بنعمل ايه؟ بنسيبها لحد نص ساعة كده. بعد النص ساعة بتبتدي ان انت تغيري المية ديت وتحطيها في مية تانية لحد لما البطاطس معاكم توصل ان المية تبقى صافية بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. انا بديها هنا فرصة ان هي تفقد كل النشا اللي فيها. بعد كده بقى عندك ايه؟ مثلا مناديل مطبخ زي ما انا بعمل، عندك فوط مطبخ تبقى نظيفه كده. بتجيبي بقى البطاطس وتبتدي ان انتي تفرديها. إيه بس مش عايزاكي هنا تفرديها بقى ايه فوق بعض، لا حاولي ان انتي تفرديها ايه ما يبقاش كلهم مرصوصين فوق بعض، لا مرصوصين جنب بعض. تعملي طبقات بين كل طبقه وطبقه مناديل مطبخ او فوط مطبخ المتاح عندك. الخطوه اللي جايه ديت مش مهمة ان انتوا تعملوها، بس هي هتسرع عملية التجفيف. عندك سشوار حلو كده، هجيب السشوار وتبتدي ان انت تمشي على البطاطس ديت لحد لما تجففيها خالص. احد عوامل نجاح البطاطس النص مقلية هو التجفيف. انتوا هتلاقوا اصلا كل الخطوات اللي انا بعملها خطوات سهلة وبسيطة جدا، بس لو خطوة فيهم واحدة بس اتعملت غلط ما ترجعيش تقولي بقى نشوى انا عملت البطاطس وحصل لها لا. خليكوا كده ركزوا معايا واعملوها بالظبط زي ما احنا بنعملها علشان تبقى ناجحه معاكم. بعد ما بنجففها كويس جدا لدرجه ان هي مبقاش فيها ميه خالص او سوائل، بتجيبي طاسه عندك على النار ما يبقاش فيها زيت غزير، مش شرط خالص يعني نظرا لارتفاع سعر الزيت. بتضيفي بس اهم حاجه يكون الزيت هنا ساخن جدا. بننزل بكمية البطاطس بس زي ما قلت لكم، مش عايزة البطاطس تبقى فوق بعضها، عايزاها تاخد راحتها وتبقى كده ايه براحتها خالص. بنقلبها تقليبة والتانية لحد لما تاخد اللون الاصفر، انا مش عايزاها توصل للون الذهبي ابدا. بعد كده برفعها من الزيت وبجففها طبعا بمناديل المطبخ. بعد كده بجيب صينية عندي كبيرة بعمل لها طبقة من ورق الزبدة وابتدي ان انا ارصصها. برضو هقول لكم تاني مش فوق بعض، لا جنب بعض كده علشان تاخد راحتها وتدخل الفريزر مدة لا تقل عن ساعة ونص في الفريزر. حلوة قوي كمان لو سبتيها لتاني يوم، بس ساعة ونص حلوة قوي. هتطلع معاكم من الفريزر بالشكل ده. بصوا انا عايزاها توصل لدرجه ان هي تجمد، تبقى زي الخشبه كده طوبه كده معاكم. هتبقى معاكم بالشكل ده، عمرك ما هتقدري تفرقيها ابدا على البطاطس النص مقليه اللي احنا ضيعنا عليها فلوسنا كتير قوي قوي. اكيد طبعا الطريقه ديت ناجحه، مش اول مره اعملها، عملتها كتير قبل كده. بس هي المشكله واحده بس، ان البطاطس الرمليه ما بتبقاش متوفره طول السنه، فدوت اللي بيخلينا ايه نعملهاش على طول يعني. بس طبعا لو جبتي كميه كبيره من بطاطس 10 كيلو مثلا وعندك مكان في الفريزر، هيبقى حلو قوي ان انت تعملي منها كميات وتخزني منها. ضيفيها بقى في اكياس حفظ الطعام سوسته كويسه كده علشان تفرغي منها الهواء. انا كده خلصت فيديو النهارده. لو شايفين ان انتوا استفدتوا ما تبخلوش عليا ابدا انتوا تدعموني بلايك كتير وشير كتير. هستنى كومنتاتكم الحلوه اللي زيكم. اشوفكم بكره ان شاء الله في وصفه جديده مع مطبخ نشوى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.